قدمنا لكم اياها قبل شويه، وهي خبيره في صناعه الحلويات والكيك. صباح الورد. صباح النور يا صباح الخير. طبعا المواد كلش حلوه ومرتبه، وهي تنطي كورسات بالكيك. يعني تخيلوا الكيك ايش قد مهم انه احنا ناخذ بيه كورسات. ايوه بالظبط، تزيين الكيك بقى فعلا مهم جدا. أيوة. يعني دلوقتي ما بقتش بتدخلي تشوفي كيكه وتقطعي، لا بقى تشوفي الاول شكل الكيك الاول، شكل الكيكه كل شيء يروج لمضمونها. بالظبط، يعني بيقولوا العين تاكل الاول، فهي يعني لازم يبقى الواحد صباح الورد زي ما قلتي. اي صباح الورد، فكل ورد وتشكيلات حلوه. خلينا ناخذ فكره التصميمات اللي تصير للكيكه. اولا يعتمد العجينه الكيكه على نوع الرسمه اللي راح تعمليها عليها مثلا؟ لا ابدا ابدا. هي دي حاجه، يعني سؤال مهم. يعني انا بتكلم من ناحيه مثلا الامهات اللي حابه اولادهم ياكلوا الكيك ان هو مفيد، كله بيض ولبن. ممكن نعمله بالالوان اللي الاولاد حابينها، بالكاركتر اللي الالوان حابينها. او مثلا كيك في المناسبات بتبقى كيكه عروسه. فبتبقى لا دلوقتي انت بتدخلي تقولي انا عايزه كيكه من جوه مثلا حمراء، يعني من جوه خضراء، بتختاري لون الكيك. لون الكيك، وبتبتدي من بره بقى بحسب المناسبه نفسها. دي كيكه يعني شويه كلاسيكيه، مش بتاعه اطفال قوي. أيوة. بس هي ورد، تناسب مناسبه مثلا خطوبه، تناسب مناسبه اي حاجه بعد الظهر. أيوة. ودلوقتي انا عملت لكم كيكه زيها بالظبط عشان نبتدي نجهزها. دي كيكه اعتياديه من الداخل، العجينه الاعتياديه يعني المود المعروف. المود المعروف، يعني انت تعمل الكيكه اللي هي عايزاها. بس هي انا عايزه اقول عشان تزين الكيكه بالظبط بعجينه السكر اللي انا ماسكاها، دي عجينه الفondant. العجينه دي بتبقى زي ما انت شايفاها كده لونها ابيض. احنا بنبتدي نلونها اللون اللي احنا عايزينه. طب تلونيها زي بقى مش ليكويد، بتبقى شويه جل. اوكي. وبعدين قبل ما نحط دي كيكه عاديه، بس عشان اقدر احط عليها عجينه السكر دي او الفondant لازم يبقى في حاجه تلزق الفondant ده مع الكيكه. فيكون شنو هاي الماده؟ ده اسمه ايسينج، اللي هو عباره عن 2 سكر بودره معاه نص سمنه، اللي هي مش السمنه اللي بنستعملها في البيت، السمنه بتاعت الحلويات. لا سمنه حلويات بتبقى لونها ابيض. وبتبقى شويه شديده عشان تعمل الشيب دي. يعني اكو نوع من انواع الدهن اللي يتم استعماله. انا اترجم بالضبط عشان تبقى شويه سهله اقرب، لان هي قالت السمنه. نوع من انواع الدهون يتم استعمالها بالكيك مخصوص، يعني شلون احنا نقول الكريمه الخاصه. وبالاضافه الى هذا هي توضع عليها ملعقتين سكر مضافه، يعني هي بودره السكر، بس يكون السكر المطحون، يعني اللي يكون سكر مطحون بيبقى بالظبط. نسبه الايسنج ده بتبقى 2 سكر بودره. أيوة. مع نص اللي هو الدهن الخاص بالحلويات. اوكي. هنبتدي نعمله بالمنظر ده عشان نعمل الشيب دي. تمام. ودي انا فردت لكم هاي عجينه السكر. عجينه السكر. هي بتبقى بيضه كده ولونتها باللون الاصفر عشان نوصل للون اللي احنا عايزينه. اوكي. انا حابه اقول للناس ان الموضوع سهل قوي. انا مفتكره انه انتم بتلونوها والله انا مفتكره انه يعني بتبقى نوع من الحاجه السائله وتتصب فوقها وتبقى كده. مش فاكره الموضوع بهي الطريقه. لا الموضوع، وبعدين عايزه اقول باعتباري طباخه عنيفه يعني. لا 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 الموضوع سهل قوي قوي قوي. ايوه. وبعدين بيبقى مناسب، يعني فكره ايه ان الواحده تعمل كيكه عيد ميلاد بنتها مثلا، تبقى حاجه قد ايه جميله، وقد ايه الاطفال بيحبوا يبقوا بادئين مع الام من الاول. انا عايزه الصوره دي، انا عايزه الكاركتر ده. بالضبط. هي دفق المشاعر اللي يصير بتفاصيل وطقوس عمل الكيك يعني بالبيت. بالظبط كده بالظبط. وبعدين حتى كمان نفرح اكتر، عايزه تعمل خطوبه بنتها، يعني عايزه تعمل العرس بتاعها، عايزه تعمل الحاجات دي، لازم بقت تدخل فيها الافكار. ما بقتش دلوقتي مجرد انا عايز كيكه وتروحي تختاري، لا ده بقت دلوقتي يدخل في الشخصيه نفسها. نعم. يعني انا بحب اللون الاصفر، لا انا بحب اللون الاحمر، وهكذا. يعني والالوان اللي بداخل الكيكه ايضا ممكن يختارها الشخص حسب ما يعجبه. والنكهات والطعم يتغير حسب اللون.
حسب اللون اللي هو عايزه. اي انه النكهه تتغير او صح. الطعم يتغير. ما هي النكهه بتاعت يعني اللون مثلا الاحمر بنحط نكهه فراوله، فراوله. اللون الاصفر بنحط مثلا اناناس او حاجه مناسبه مع اللون اللي هتستعمليه. نعم. ساعات في حتى اكسسوارات توضعوها في الجاتو. كتير. هي دلوقتي الحاجه دي كلها بتتاكل، يعني دي كلها صالحه للاكل، انما لو عايزه تستعملي حاجه اكسسوارز تحطيها بتحطيها. يعني انا كان في مثلا مره كان البنوته كانت حابه العروسه بتاعتها لدرجه ان انا عايزاها في عيد ميلادها. فعملنا فيها عملنا بالظبط، عملنا عروسه عيد ميلاد وحطيت لها نفس العروسه بتاعتها اللي حباها جوه الكيك. هاي الان صارت خلاص هي صارت متغلفه كامل بعجينه السكر. ايوه. وباللون اللي احنا رايديه وعاجبنا. بالظبط كده. وبعدين عمليه التلوين تم يعني محتاج ممكن يتم بالايد مع العجينه، يتم يعني ولا بخلاطات خاصه؟ لا خالص، ده هي يدويه. مش بتحتاج اكتر من يدويه، بتزود عليها ميه لغايه ما تلاقي القوام المناسب انه هو تماسكت، لان بالبدايه تكون صلبه. بالظبط كده. بس هاي حلوه، انت فتلتيها بطريقه. ما هو بقى هي دي التزيين. خلينا نشوف التزيين هيبقى عامل ازاي. انت وضعتي قياسات؟ قياسات ليا انا، يعني بتبقى حاجه بسيطه يعني. نقول عينك ميزانك. ايوه بالظبط كده. دلوقتي احنا عملنا 8 اركان. وردات. نعم. وهنبتدي نعمل دي الاول قبل ما نحط الورد. تبقى بالمنظر ده كده. ممتازه على طول. هي طريه. ايوه. حتى لو ما اتلزقتش بتحطي عليها بفرشه وبتحطي ميه عاديه ممكن خالص. ميه عادي لانه بيلزق عن طريق الايد يعني يحتاج شويه رطوبه فقط. مدام شيماء اعملي لي واحده عشان الناس تعرف انها بس انا كده معايا. ايوه. بوظ الدنيا كلها. لا خالص تمام. برافو كويسه. برافو. حطيه هنا. دي بيسقفوا لي بالكنترول عشان عملتها. لا حطها لي برضه. هنا كده. هنا كده. اوكي. بس مش بطلك كده. ايوه. اوكي. والله صعبه. لا انا عندي اقعد 20 برنامج ولا تقولي لي اعملي طبخه. ايوه. انا كمان ما كانش ليا في الحاجات دي، بس الناحيه الفنيه الناحيه الفنيه جذبتني بطريقه فظيعه. يعني حته يعني موضوع ان انا اروح الاقي الكيكه بالمنظر ده، انا افتكرت استفزك الموضوع يعني قررتي انه تخترقين. ورحت اخدت الكورسات بتاعته. لا لقيت الموضوع يعني شيق لدرجه ان تشوفون انه كورسات وتدريس الموضوع يعني مو. ايوه. لا بس احنا بنعمل الكورس دلوقتي في صباح الخير. ايوه في البرامج، مش انه احنا لا دلوقتي في البرنامج بتاعكم يعتبر كورس بسيط للناس اللي حابه تبقى. هذا تدريس مجاني، محاضره أيوة. مجانيه. كده خلصنا الورده دي بتبقى عباره عن قطاعات اللي هي قوالب. بتعملي تفردي العجينه زي ما هي موجوده كده. بس انتوا ما شفتوا كيف جايبتها رودينا جايبتها بمناديل ومحافظه عليها بعلب. يعني انا عايزه اقول ان عجينه السكر دي اول ما بتشم الهواء بتنشف. فلازم تبقى موجوده في مكان مقفول كويس قوي عشان الهواء تبقى طريه. بالظبط. لان هي حساسه جدا، يعني هي نبتدي ناخد كده. ايوه من هنا. طب دي سهله. بس انا عايزه اقول حاجه، الورده دي توصل للمنظر ده ازاي؟ هي بتبقى الورده بالمنظر ده بعد ما بنعملها بالقطاعه. ايوه.